حبايبي الحلوين، إن كنا امبارح ولا النهاردة ولا بكرة، الحواديت زي ما بقول لكم بتحب الفقراء. وكان يا مكان كان في زمان راجل غني ولا غني إلا الله، والناس الغناي زيهم زي كل الناس، فيهم اللي طيبين وفيهم اللي مش طيبين. والراجل الغني في الحدوتة يا خسارة ما كانش راجل طيب. في يوم من ذات الأيام كان في راجل فقير، والراجل الفقير كان عايز ياكل لقمة عيش، وعشان ياكلها دور على شغلة يشتغلها. والراجل الغني قال للفقير: تعالى النهاردة أشغلك عندي، اطحن لي قمحتي واخبز لي لقمتي وكنس لي بيتي وعبيلي زيتي، وفي الآخر أديلك رجلين فرختي. والراجل الفقير فرح، هيشتغل قد ما يشتغل وهياخد رجلين الفرخة، وبالليل ياكل من لحمة الفرخة حبة ويشرب من الشوربة حبة. والراجل الفقير قعد طول الليل يشتغل عند الغني، لف الطاحونة وطحن له قمحته، ولع الفرن وخبز له لقمته، مسك المقشة وكنس له بيته، شال البرميل وعباله زيته، وفي الآخر جه ياخد رجلين فرخته. الراجل الغني قال له: افتح ودانك وخليك معايا علشان اقولك على الحكاية. الحكاية واللي فيها ان انا عايز فرختي تفضل صحية، تمشي قدام بيتي وتاكل قمحتي، وان شاء الله ان شاء الله لما ازهق من عيشتها واحطها في المية وانتف ريشتها واكل لحمتها هديلك رجليها. ادي الحكاية واللي فيها. وفي يوم من ذات الايام الفرخة مشيت قدام البيت، لو راحت تقول انا رحت، وان جت تقول انا جيت. والحكاية واللي فيها ان الفرخة خربشت في تراب الارض برجليها، والفرخة قالت: خربشت في الارض برجليا. الفرخة شافت قدرة تحت الارض، الفرخة قالت: ايه ده اللي انا شايفاه بعينيا؟ والقدرة كانت قدرة مال. الفرخة من شطارتها خربشت وطلعتها، تبقى القدرة قدرة مين؟ الراجل الغني قال: القدرة قدرتي واللي جابتها فرختي. راحوا للقاضي، قاضي المدينة حكم وقال: بلاش كلام كتير، القدرة قدرة الفقير. وتوتة توتة وفرغة الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ انتوا اللي